نبيلة منيب ورئاسة الحكومة المغربية، تحديات النظام وتطلعات التغيير. نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد يسار معارض، تبقى مرشحة رمزية لرئاسة الحكومة المغربية رغم العقبات الهيكلية. ففي نظام تهيمن عليه أحزاب تقليدية مدعومة من النخب، يصعب على قيادة معارضة جذرية الوصول إلى السلطة التنفيذية ما لم تحقق مفاجأة انتخابية غير مسبوقة. منيب، التي تعرف بخطابها النقدي الحاد تجاه السياسات الاقتصادية والفساد، تجسد صوتا إصلاحيا لشريحة من الشباب والفئات المهمشة، لكن حضور حزبها البرلماني ضعيف، فاز بمقعدين فقط في انتخابات 2021، مما يجعله غير مؤهل حتى لترشيح رئيس حكومة وفق القانون المغربي الذي يشترط تمثيلا برلمانيا واسعا. التجربة المغربية تظهر أن اختيار رئيس الحكومة خاضع لمعادلة معقدة، توافق بين القصر الملكي والأحزاب الكبرى. وحتى لو حقق اليسار تقدما، فإن تحالفات الأحزاب المهيمنة، التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، تغلق الباب أمام أي مرشح خارج هذه الدائرة. بينما يرى محللون أن صعود منيب قد يحتاج إلى زلزال سياسي أو إصلاح جذري للنظام الانتخابي، تبقى احتمالية وصولها ضئيلة في المدى المنظور. لكن نضالها يفتح نقاشا حول دور المعارضة في نظام يبحث عن توازن بين الاستقرار ومطالب التغيير.